حربة صح. وليد سليمان يلعب حلو قوي في الجنب اليمين، والاستلام الاروع من عبد الله السعيد، والتمرير تاني، هات خد فين، جول جول جول، الله! الوليد الجديد، وليد سليمان، هدف ولا اجمل، هدف ولا اروع، هدف ولا احلى. ممتاز يا وليد، ونجمه، لا ممتاز ايه، وخمس نجوم يا وليد. ايه يا ابن الحلاوه دي، ايه المهاره دي، ايه الجمال ده، ايه الفن ده. الوليد سليمان، الوليد بن سليمان يسجل ويهدف ويرفع الرايه الجميله، الرايه الحمراء. هدف ايه ده في نص سنتي لفها، ده مش شايفها، ده على طول. تفكير ولا احلى، تسديد ولا اروع، تهتز الشباك في الدقيقة 12 بهدف. بصوا تمريرة غالي، والراجل حضن ولم وشاط وسدد. ركنية تحمل طابع الخطورة، لانه في اكتر من لاعب بيجيب ضربات الراس. اتلعبت على طول عند اسامة يلعبها عرضية جوه المنطقة، كوفي، وهدف ليه نادي بتروجيت. مش معقولة يا جماعة، بقول لكم الركنية تحمل طابع الخطورة، لانه اكتر من لاعب بيجيب ضربات الراس. طلع المدافع كوفي، سدد براسه، تاخد ايد شريف اكرامي، يتعادل بتروجيت مع النادي الاهلي. عرضية اسامة محمد، راسية كوفي، وهدف التعادل لبتروجيت. هدف ولا اغلى، وخطأ ولا افدح لدفاع النادي الاهلي، وايضا معاهم شريف اكرامي. بص حضراتكم، اسامة محمد هو لعبها اضطراري جوه المنطقه، يلعبها التسلل موجود ام لا، مش عارفها قوي، مش ظابطها قوي. كوفي طلع شريف اكرامي، لا كمل ولا وقف، خدت ايده وتهتز الشباك عشان يتعادل بتروجيت مع النادي الاهلي 1-1. واول هدف يهز شباك النادي الاهلي هذا العام. لو كمل شريف اكرامي كان ممكن طلع وطار بالبوكس، لكنه على طول تاخد ايديه وتبقى هدف. نية تالتة للنادي الاهلي، عرضية جوه المنطقة، جول يا اما ضربة جزاء وطرد. جول هدف اهلاوي تاني. مش معقول يا جماعة، ايه الاثارة دي، ايه المتعة دي. حسام غالي سدد بالرأس، الهدف الغالي. ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي انا شايفه ده. ابو تريكة بيقول له اطرده، ما ينفعش يا تريكة، طالما احتسب الهدف مفيش، يا اما تبقى ضربة جزاء. غالي راح لبنو الجوزيه قال له حقك عليا ما تزعلش، شفت دي جبتها لك جون، وراح واضح انه متراهن مع حسام عاشور، قال له مش قلت لك هجيب جون. ادي عرضية عبد الله السعيد، وادي رأسية حسام غالي. اسلام الشاطر طلع بايده، وحظه جميل ان الحكم ما اداش ضربة جزاء، لانه لو ادى ضربة جزاء كان هيبقى طرد. طب ايه قانون، هي عدت خلاص، بقت هدف، بقت جون، وخطأ فادح لابراهيم عبد